السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يلا بقى الطير المشوي هنعمله النهارده بطريقه حلوه جدا وهتعجبكم، كانكم شاويينه على الفحم بالظبط. ده غير كمان ان الطير كمان طعمه تحفه جدا. والطير ده بيكون من الطيور المهاجره لبورسعيد، والبائعين الجائلين بيبيعوه في الشوارع. وانتي بقى بتشتري الكميه اللي انتي عايزاها، بتوديها تتنضف، وبتكملي تنظيفها بقى في البيت. تعالوا بقى نشوف الطريقة ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. وقبل ما نبدأ الوصفة تعالوا نشوف الوصفة اللي هنعملها النهاردة. طبعا زي ما احنا شايفين كأنكم شاويينه على الفحم بالظبط، تحفة جدا من غير بقى لا فرن ولا بوتاجاز، وهتطلعيه بالشكل التحفة ده وبحتة فحمة كأنك شويتيه على شواية بالفحم. يلا بقى نبدأ الوصفة. معايا 7 وحدات من الطير، بفتحه من الظهر، بس طبعا بنضفه كويس جدا لان بيكون الريش الصغير ده فيه كتير قوي، فلازم تنضفيه كويس جدا. بفتحه بقى من الظهر وبغسله كويس جدا بالدقيق والملح، لانه بيكون فيه ريحة زفرة شوية، لان في بعض من الطيور بيكون بتتغذى على السمك، فبتكون ريحة الطير في زفارة شوية، فلازم يتغسل كويس جدا. طبعا بيتغسل بقى بالدقيق والملح، وبعد كده بتحطي عليه ليمون او بتعملي له محلول نقع عشان كل الروايح دي تروح منه. وبعد كده بعمل فيه فتحات، بفتحه من الظهر وبعمل فيه فتحات علشان ده طبعا هيتشوى مش هيتسلق، فلازم يستوى كويس جدا وما يكونش فيه دم من جوه. وبعد ما عملت فيه فتحات او شرحته بالشكل ده، هجيب بقى كيس احطه على بلانشة وكيس فوقه كمان، وهعمله زي البفتيك بالشاكوش، هفرده خالص كده قدامي هيتفرد زي البفتيك بالظبط. ما بتكون قطعة صغيرة وبتفرديها بالشاكوش البفتيك وبتلاقيها اتفردت قدامك، علشان تكسري كل العظم اللي فيه بحيث ان هو يستوى كويس جدا. لغاية ما بقت بالشكل ده هعمل بقى الكمية كلها، وبعد كده هغسله تاني وكمان هعمله هشيل كل الريش الصغير اللي فيه ده. وتعالوا بقى نعمل التتبيلة بتاعته. شايفين بقى زي الفل ازاي غسلته كويس جدا بعد كمان ما فردته بالشاكوش وعملت له الفتحات لغايه ما بقى بالشكل ده. معايا بصلتين كبار فرمتهم في الكبه، يعني فرمتهم ناعم علشان اعرف اخد العصير بتاعهم. وعلشان تاخدي كميه اكتر من عصير البصل، بتحطي عليها شويه ملح وتسيبيه شويه، وبعد كده تصفيه هتلاقي نزل كميه كبيره من السائل بتاع البصل. ودلوقتي بقى حطيت نص معلقة ملح عشان انزل عصير منه زيادة، وزي ما احنا شايفين كده جبت بقى عصير 2 من الطماطم، وهنزل العصير بتاعهم بالشكل ده عشان اصفي اي بذور او اي قشور منها تبقى في المصفى، واخد العصير بس. تضربيها في الخلاط او في نفس الكبة. وكده معايا عصير البصل وعصير الطماطم. هحط بقى عليهم حوالي معلقة ونص كبار من دبس الرمان، وهحط كمان معلقة كبيرة من المستردة. هحط كمان فلفل اسود وبابريكا وبهارات مشاوي. بهارات مشاوي تقدري تاخدي اي نوع غير دي، مش لازم النوع ده، في انواع كتير جدا. هاخد كمان معلقة ونص كبيرة من العسل الابيض، وهاخد 2 معلقة كبيرة من الخل. يبقى هقول لكم كل المكونات تاني. حطيت مية بصل وبابريكا وبهارات مشاوي وفلفل اسود وعصير 2 طماطم ومستردة ودبس رمان ومعلقة ونص كبيرة من العسل الابيض و2 معلقة كبيرة من الخل. حطيت كمان معلقتين صغيرين ممسوحين من الملح، وتقدري تبدلي العسل لو ما عندكيش عسل، تقدري تحطي معلقة سكر صغيرة ممسوحة. طريقة التتبيلة هعملها بالشكل ده علشان اضمن ان كل التتبيلة دخلت في كل جزء من الطير، بحيث ما يبقاش فيها جزء او لا. زي ما احنا شايفين كده مفروض لو حطيناه فوق بعضه وحطينا عليه الخليط اللي عملناه مش هيختلط كويس بالطير، الطير مش هيختلط كويس بالتتبيلة يعني. فهعمله بالطريقة دي، والصوص اللي هيتبقى مني او الخليط اللي هيتبقى هضيفه على الطير عليه وهقلبه كله زي ما احنا شايفين بالطريقة دي. كده ضمنت ان التتبيلة دخلت في الطير من كل جزء فيها علشان يطلع طعمه حلو لما اشويه. وده الباقي حطيته عليه. هغلفه بقى بالبلاستيك راب وهحطه في التلاجة حوالي 2 أو 3 وتقدري تعمليه من بالليل. جبت بقى الجريل وحطيت عليه مسحة من الزيت، بس سبته يسخن جدا جدا، وبعد كده بدأت أنزل بالطير
وبغطيه علشان يستوى كمان من البخار اللي بتاع الجريل. لو ما عندكيش الجريل ده تقدري لو مفتوح يعني تقدري تغطيه بغطا، ما فيش مشكلة خالص. وبعدين تجيبي قطعة فحمة بعد طبعا ما اخد لون الشوي من على الجنبين، والقطعة الفحم دي هتخلي لكم بقى الريحة ما حصلتش، وكمان طعم الطير كمان جميل جدا، مش هتتخيلوا طعم حلو ازاي. هعمل قطعة الفحمة دي وهاخد من السوائل اللي نزلت من الطير وهحط عليها. طبعا الريحة بقى مش قادرة اقول لكم جميلة قد ايه. جبت بقى صينية وحطيت فيها اي حاجة خضرة، يعني تقدري تحطي بقدونس، كزبرة، اللي متوفر عندك، حتى لو موجود كرفس. بعد كده بقى تبدأي تنزلي بالطير ترصيه بالشكل ده، وعملنا احلى طير مشوي بورسعيدي بتتبيلة حلوة جدا. لو جربتوها هتعجبكم ان شاء الله. تعالوا بقى نشوف الطير اللي عملناه النهاردة. نفتح واحدة بقى كده او نقطع واحدة ونشوفها. ريحته كأنك عاملاها على الفحم بالظبط. تعالوا بقى نقطعه كده بايدنا ونشوفه. شايفين عامل ازاي؟ وجوسي وطري، والطعم كمان مش قادرة اقول لكم جميل قد ايه. عجبكم الفيديو متنسوش تحطوا لايك، ولو اول مرة تشوفوا قناتي اعملوا شير ولايك وسبسكرايب. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد مع سفرة ايدي. سلام عليكم.